نرجع مرة تانية للقصة بتاعت ذا بويز ونكمل بقية أحداث القصة دي. طبعا زي ما عملنا في الفيديو اللي فات وأكيد طبعا هنعمل في الفيديوهات اللي جاية، هنفلتر القصة دي على قد ما نقدر علشان خاطر نبعد عن المشاهد اللي ممكن يكون فيها عنف زيادة عن اللزوم أو ممكن فيها حاجات كده ما ينفعش إن احنا نتكلم عنها خالص. فالمهم القصة هنا بتبدأ مع شخصية ستارلايت، ودي واحدة من أكتر اللحظات اللي عملت جدل في القصة كلها، لأن ستارلايت جاية من مجموعة تسمى يانج أمريكانز. في عالم ذا بويز في مجموعتين أساسيين للشباب، اول واحده تينيج كيكس وتاني واحده يانج امريكانز. اليانج امريكانز دول شبه مجموعه محافظه اكتر، قريبين من فكره اليمين المحافظ في امريكا وجايين من مناطق كتير، لكن باين ان هم مرتبطين اكتر باجواء قلب امريكا التقليدي. انما الفريق التاني كان اقرب لفكره الجيل الجديد او الطابع التقدمي، وهنتكلم عنهم اكتر لما نوصل لجزء قصتهم. بالنسبه لستارلايت هي صغيره بريئه مؤمنه بالقيم المحافظه، ما كانتش من النوع اللي منفتح او بيعمل تصرفات جريئه، وكانت دايما حاطه في دماغها ان هدفها الاكبر ان هي تنضم لفريق ذا سيفن. فبالنسبه ليها السيفن هم القمه زي ما الكاتب جاريس انس كتبها. الفريق ده يعتبر رمز او اسقاط ساخر على فريق زي جاستس ليج، وممكن كمان يتشابه مع الافينجرز. الفكره ان لو دخلت السيفن يبقى كده رسميا وصلت لقمه عالم الابطال، علشان كده هي كانت بتبص لهوملاندر وباقي الاعضاء باعجاب شديد. فكان صدمه كبيره ليها لما فجاه بيطلب منها تعمل حاجه متطرفه جدا. وبعد كده بنرجع بقى لهيوي. هو هنا بيجي لأمريكا وبيدخل في موقف طريف شوية لما بيروح يقعد في فندق في برونكس، واللي يعتبر من أفقر وأصعب المناطق. هو ما كانش فاهم هو رايح فين أصلا، بس شاف إنه رخيص في الإعلانات فحجزه. وطبعا لأنه رخيص ده منطقي جدا، المكان كان فعلا سيء. لما بيوصل هناك بيتم تقديمه هنا لباقي فريق ذا بويز، ام وفرنشي وكمان فيميل. وبنرجع لبيلي بوتشر اللي بيشرح ليه ان الوضع المرة دي مختلف عن اللي حصل قبل كده، ومن كلامه واضح ان الفريق القديم كان شغال تحت جهة معينة، وغالبا نقدر نفترض ان هي كانت السي اي اي، خصوصا انه كان ليه تعامل مع الشخص اللي سبق سوزان في ادارة الوكالة. لكن في الماضي كان في ورق واجراءات وروتين كتير، وكان الموضوع مليان قيود وقوانين لازم يلتزموا بيها. في حاجات مسموح تعملها وحاجات تانية لأ، لازم تمشي حسب القواعد وكل الكلام ده. لكن بدل من كل ده هما دلوقتي شغالين تحت حاجة شباب سلطة مباشرة من الرئيس، يعني مش بيردوا على أي جهة استخبارات زي مثلا السي اي اي أو الان اس اي أو كمان اف بي اي ولا أي جهة تانية. هما هنا بيردوا مباشرة على رئيس الولايات المتحدة، وبيدوا ليهم صلاحيات كبيرة جدا، يعني يقدروا يتصنتوا على التليفونات ويعملوا أي حاجة محتاجينها، ويشتغلوا كمان بره القانون لو لزم الأمر. في اي ظرف طبيعي ده كان هيبقى جنون كامل انك تعمل منظمه سريه كده وتديها كل الصلاحيات دي. والحاجه المثيره هنا ان راي الناس بيتغير حسب احساسهم، يعني لو هما بيستهدفوا ابطال واضح ان هما بيستغلوا قوتهم الناس ممكن توافق، لكن لو استهدفوا ناس عاديه ساعتها الموضوع هيبقى مشكله. فالمشكله مش في الفعل نفسه، المشكله في طريقه استخدامه، وده لب النقاش كله. علشان كده الفكرة هنا مثيرة جدا، لأن الرسالة واضحة، نقدر نعمل أي حاجة نحتاجها علشان ننزل دول من على العرش بتاعهم. وبيلي بوتشر بيقول إن أول حاجة يعملوها إن هم هيوصلوا رسالة إن هم رجعوا تاني للشغل. وده مختلف عن المسلسل التلفزيوني اللي كان باين فيه إن هوملاندر ما كانش يعرف أصلا مين بيلي بوتشر إلا من خلال شغل قديم بسيط، وكانت فيه قصة متعلقة بمراته وعلاقتها كمان بالشركة. لكن في الكوميكس الفكرة ان فريزا بويز كان معروف وموجود قبل كده، ومجرد ان هم رجعوا يعني ان هم فعليا في ساحة المعركة تاني. بعد كده القصة بترجع لستارلايت بعد ما خلصت الفعل اللي طلب منها. كان متوقع ان يبقى في تضامن مع كوين ميف، خصوصا ان هي ست زيها وكان المفروض على الاقل تديها دعم او تعاطف، لكن بدل من كل ده بتقابلها بعدائية وبرود شديد. كوين هنا بتتصرف وكأن الموضوع عادي جدا، وبتقول لها بشكل مباشر تقريبا دي اللعبة، لو مش عاجباكي روحي في 60 داهية. الاسلوب هنا قاسي جدا، وبيبان ان عالم الابطال مش زي الصوره المثاليه المعروفه، مفيش روح فريق، كل واحد بيفكر في نفسه فقط. والفكره ان اغلبهم مش وحشين من البدايه، لكن مع الوقت وبسبب انهم مش بيتحاسبوا على كل حاجه بقى في فساد جواهم وبقوا في النهايه بالشكل ده. بعد كده بنرجع لبيلي بوتشر، وهنا بيبتدوا هنا يحطوا الخطه وهدفهم بقى تينيج كيكس. بالنسبه للعامه تينيج كيكس باينين ان هم متمردين، شباب جريء عندهم روح ومش بيهمهم اي حد، بس الحقيقة ان هم غالبا شباب كويسين وبيحاولوا يثبتوا نفسهم علشان في يوم من الايام ينضموا للسيفن. بيلي بوتشر وهو بيشرح ليه وبيقول ليه ان الموضوع بعيد تماما عن الصورة اللي الناس شايفينها، يعني فكرة ان الكيكس دول باينين كأنهم شباب عاديين او كويسين ده مش حقيقي خالص. الحقيقة انهم متلخبطين ومكسورين بشكل بشع جدا، وساعتها الاحداث بتبدأ تبقى اغرب لما بنرجع لهوملاندر وايتريان. في الاساس كان في اجتماع كده بسيط، وفي شخص من شركة فوت كان موجود، وهم بيعتبروا ان هم الفلوس يعني الوسيله اللي بتخلي السيفن يشتغلوا اصلا، بمعنى ان هم السبب في كل العقود والاعلانات والقمر الصناعي اللي في السماء وكل شغل البراندات.
لكن في الاجتماع ده ايترين عمل حركات وقحة ووسخة كمان ناحية ستارلايت بسبب الحاجة اللي اتجبرت تعملها، وده خلى هوملاندر يتفجر حرفيا. الغريب هنا انك ممكن تتوقع ان هم على الاقل هيهتموا بالمشاعر بتاعتها، بس لا، مفيش اي اعتبار ليها خالص. الموضوع كله عندهم انتوا بوظتوا شكلنا قدام الفلوس. يعني اهم حاجة عندهم هي الفلوس وبس، كل حاجة تانية في الدنيا يعتبر كده بالنسبة لهم ثانوية. وده كمان بيبين قد ايه تفكيرهم اناني جدا ومجرد كمان من اي انسانية. وساعتها بقى هوملاندر بيهدد هنا ايترين تهديد مباشر جدا، وبيقول انه ممكن فعلا يضرب بالهيت فيجن ويخلص عليه، ولو الموضوع اتكرر هيرجعه لتينيج كيكس ويخليه يعيش هناك للابد. الامر كله كان عنيف ومخيف جدا. ومن هنا بنشوف ان هيوي هو اللي بيجمع المعلومات دي كلها عن طريق المراقبه والتسجيل، وبيكتشف كمان حاجات كتير عن اعضاء تينيج كيكس، زي ان هما مثلا بيعملوا علاقات مع بعض بشكل متهور، وبيتعاطوا كمان مخدرات، وبيتصرفوا بشكل فوضوي جدا. والحاجات دي مش الصوره اللي الجمهور متخيلها عنهم، وده اللي ذا بويز بيعتمد عليه، ان هم يجمعوا الفضائح دي كلها ويستخدموها كابتزاز ضدهم. وهنا بقى بيتم تقديم حاجه مهمه جدا وهي كومباوند في المسلسل. المادة دي بتتقدم بشكل تدريجي، لكن هنا بيلي وبوتشر يعتبر واضح انه عارفها من البداية، وبيشرح ان هي مادة لو اتخذت بشكل نقي جدا بتدي قوة دائمة، ولو بشكل مخفف بتدي قوة مؤقتة. وده يعتبر شيء خطير جدا، لان لو المادة دي وصلت للناس العادية هتبقى زي اقوى مخدر في العالم، والناس كلها ممكن تبقى عندها قوة خارقة. وبالفعل هي بالفعل حاجه شبه كده. وفي نقطه مهمه جدا، ان هيو بيتحقن بالكوماند في، وده بيديه قوه خارقه لمده ايام بسيطه. والسبب في كده انه بعد عمليه الابتزاز ضد تينيج كيكس، بيلي بوتشر كان متوقع ان الموضوع هيوصل لمواجهه مباشره، وده معناه انه داخل الخطه وهو عارف ان في معركه جايه ومستعد لها من البدايه كمان. فهو عارف ان في عواقب وهتحصل تضحيات، وان ناس كتير هتتأذي في الطريق. يعني بيلي بوتشر ما دخلش الموضوع متفائل او بيقول نشوف هنعمل ايه ونحاول نكسبهم، لا، هو دخل وهو ناوي على الدم من الاول. وده هنفهم سببه بعد شويه في القصه. ومن هنا بنرجع لهيوي اللي في لحظه فكر انه يمشي ويسيب امريكا خالص، لكن في الاخر قرر يفضل، وبيروح يتكلم هنا مع ستارلايت. وده يعتبر من اهم اللحظات في بدايه القصه، لانه بيأكد حاجه كلنا شاكين فيها، ان ستارلايت مش شخص شرير من الاساس. الفكرة هنا زي ما الكاتب بيقدمها، إن أغلب الشخصيات دي في البداية مش وحشة، هي ممكن تبدأ زي ستارلايت شخص كويس وناوي يعمل الصح، لكن لو فضلت في نفس المكان لفترة طويلة ومع نفس النظام الفاسد ده، في الآخر هتبقى زيهم بالظبط، هتتفسد وكمان تتغير زي الباقي. لكن لحظة كلامها هنا مع هو بتدي نوع من الراحة النفسية بينهم، الاتنين بيتكلموا بشكل عادي من غير ما يعرفوا الحقيقة عن بعض. هيوي مش بيقول لها انه شغال مع بوتشر وبيحاول يوقع الابطال، هو بس بيقول ان في شغل مؤثر عليه جدا ومش عارف يتعامل معاه. وهي كمان عندها نفس الاحساس ده. ستارلايت داخله في ازمه وجوديه، هي كانت طول حياتها عايشه في حلم ان هي تكون من يونج امريكانز، شباب ابطال في تدريب هدفهم يوصلوا للسيفن، وكان ده حلم حياتها كله. لكن لما وصلت اخيرا اكتشفت ان كل حاجه كانت غلط، وان الواقع مختلف تماما عن الصوره اللي كانت متخيلها. فبقت بتسال نفسها، هل اكمل كبطله؟ هل اللي بعمله فعلا ليه قيمه؟ هل فعلا اقدر اعمل فرق، ولا انا جزء اصلا من نظام فاسد؟ كل الاسئله دي بتمشي في دماغها. وفي الاخر هي وهيو بيقعدوا مع بعض في لحظه شبه راحه مؤقته، حتى لو كل واحد فيهم مش فاهم التاني بالكامل. بعد كده احنا بنرجع لموضوع مهم جدا، الابتزاز ضد تينيج كيكس. بيلي بوتشر كان ماسك عليهم معلومات خطيره جدا، مش مجرد فضايح، لكن حاجات بتبان ان هم عكس الصوره اللي الناس شايفاها عنهم تماما. وبيبعت ليهم رساله واضحه، احنا عارفين انتوا بتعملوا ايه، ولو ما ضحيتوش بحد منكم هننشر كل حاجه للناس. وساعتها هنا الفريق بيبتدي حرفيا ينهار ويبقى مرعوب، مين اللي عرف عننا كل ده، وازاي حد وصل للمعلومات دي؟ وفي نفس الوقت بيبتدوا يسالوا الصياد الاخطر، هنضحي بمين؟ المشكله ان الموضوع مش بسيط مثلا زي ان المعلومات بتاعتهم اتسربت فقط، لان اللي قدامهم ناس عندهم قوه خارقه، واي محاوله كمان ان هو مثلا يتفتحوا ممكن تبقى خطر على الحياه نفسها. وساعتها اي شخص ممكن يسال نفسه، هل يستاهل ان اخاطر بحياتي عشان خاطر افضحهم؟ وهكسب ايه في المقابل؟ شهره وصيت، ولا مجرد اسم مثلا على السوشيال ميديا؟ لو انا بدور على فلوس، فالفلوس دي ممكن تتابعني بسهوله، الا لو كانت فلوس غير مميزه او ما فيهاش علامات، بس برضه في طرق تخليهم يوصلوا لي. يعني مفيش اي حافز يخليهم يعملوا كده اصلا، وكمان هم اصلا مرتباتهم كويسه جدا، فطالما قادرين ينقذوا الشغل فمفيش مثلا سبب ان هم يخرجوا عن النظام. فالموضوع كله بيرجع لبيلي بوتشر اللي بيقول احنا هنهجم الاول، هنبدا الضربه الاولى، يعني هنجبرهم ان هم يضحوا بحد من فريقهم. وساعتها السؤال بيظهر، هنضحي بمين؟ مين اللي هنرميه؟ وفي الاخر هنا بيستقروا على شخص يسمى شوت اوت، ودي لحظه مثيره جدا للجدل، لان الشخص ده هو اسود، وثانيا هو يعني اكيد انت فهمتني يعني، ماشي عدي.
ففي وسط القرار ده بقى في ناس شايفه ان هم مش عاوزين يطلعوا ده للعالم لان ده ممكن يبوظ صورتهم قدام الجمهور، لكن في نفس الوقت في راي تاني انه من حقه يبقى على طبيعته ومفيش حاجه تستخبى. وفي نفس الوقت وخلال المؤتمر الصحفي الكبير اللي بيحصل هوملاندر بيبص وبيفكر ده بالظبط اسلوب بوتشر، يعني هو عارفه كويس وعارف طريقه تفكيره والخطط بتاعته. وده بيرجعنا لفكره مهمه ان بينه وبين بوتشر في تاريخ وعداوه قديمه، واسلوب بيلي دايما بيعتمد على الخداع والتجسس والخطط السريه مش المواجهه المباشره. وعشان كده هوملاندر متاكد ان ده شغله. ساعتها السؤال بيبقى بقى هنتصرف ازاي ومين اللي هيتحط كبش فدا، وده بيوصل لصدام مباشر بين ذا بويز وكمان تينيج كيكس. لكن المشكله ان تينيج كيكس داخلين معركه بطريقه متهوره جدا، وده الفرق الكبير بينهم وبين كمان سيفن. السيفن رغم فسادهم بس اذكى وكمان اكتر خبره وبيفكروا قبل ما يتحركوا، لكن هنا تينيج كيكس لا داخلين بعشوائيه فاكرين ان هم بيواجهوا شويه ناس عاديين زعلانين من الابطال. لكن الحياه مختلفه تماما، اللي بيقابلوه هناك ناس عندهم قوة الكومباوند في وكمان متدربين على القتال والاشتباك اليدوي. وبيلي بوتشر كان واضح مع هيو من الأول دول مش متدربين، دول بس عندهم قوة بيتخانقوا خلاص، يعني أطفال عندهم قدرات لكن من غير تدريب حقيقي. وعشان كده لما بيحصل اشتباك الفريق ده حرفيا بيتسحق بشكل كامل. القوة والخبرة بتاعت ذا بويز بتكسب بسهولة، وفي لحظة فوضى هيو من الخوف بيضرب واحد منهم ضربة قوية في بطنه وده بيعمل إصابة خطيرة جدا. وده كان المفروض ما يحصلش لان الخطه كانت ان هم يضغطوا ويبتزوا مش ان هم يوصلوا للقتل او اصابات كمان خطيره. بيحاولوا هنا يجبروهم يعملوا سلسله افعال معينه او يطلعوا معلومات هم عمرهم ما كانوا يكشفوها. الفكره كانت دايما ان هم يشتغلوا في الخفه باسلوب سري جدا وكمان تحت الترابيزه، لكن مع ان واحد بقى من الفريق ده اتقتل ده معناه ان ذا بويز ضربوا الاول، يعني هم اللي بدأوا الهجوم وقتلوا واحد من السوبر هيروز، وده بيخلي الوضع يتغير بقى من هنا ورايح. يعني كده مفيش قواعد، القفازات اتشالت زي ما بيقولوا، يعني بقى مسموح يعملوا اي حاجه حتى لو بعنف شديد ضدهم، مع ان ده كان ضمن صلاحيات ذا بويز من البدايه بس المفروض ما يحصلش بالشكل السريع ده. وعشان كده ذا سيفن او باقي الابطال بيعتبروا اللي حصل اهانه شخصيه وهيرد عليه بطريقه عنيفه جدا. وفي اللحظه دي ام بيتكلم هنا مع بيلي بوتشر وبيساله سؤال مهم، عمرك فكرت ان ممكن يكون في ابطال كويسين فعلا؟ السؤال ده مهم جدا لانه بيكشف حاجه ان بيلي بوتشر مش عنده اي مساحه للتفكير ده. هو شايف ان كل الابطال اشرار بشكل مطلق ومفيش حد فيهم ممكن يكون كويس، حتى لو في حد بيحاول يعمل الصح هو شايف ان النتيجه في الاخر واحده، هيفسدوا او يبوظوا. وبيشرح كمان ان الكره ده جواه ليهم مش من فراغ. الحقيقه ان عنده دافع شخصي جدا، مراته كانت اتعرضت لاعتداء من واحد من السوبر هيروز والموضوع ده انتهى بحمل غريب بسبب قوه خارقه، والجنين نفسه خرج بطريقه مأساويه جدا وفي النهايه قتلها. وده السبب الحقيقي اللي مخليه عايش على الانتقام حتى لو هو مش بيقول اسم الشخص ده بشكل مباشر. الإيحاء في الكوميكس والمسلسل ان اللي ورا الموضوع ده هو هوملاندر، ومن هنا كل اللي بيعمله بيلي بوتشر بقى مبني على الانتقام الشخصي مش العداله. فكالعاده بقى استنى في الكومنتات، ولو صدر حد هنا اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول، واشوفكم بقى في التكمله. سلام.